هلا والله السادة، هي مع فقرة انجلطوا مثلي. أغلى قصة شعر في العالم. يمتلك سلطان بروناي أغلى قصة شعر في العالم، فقد حصل الحلاق اللندني الذي قام يدفع للحلاق 15,000 سنتريلي العملة دي، يعني ما أدري كم، يعني مليون، ما أدري، عشان بس حلاقة عالمي. وقام جيتس بشرائه بمبلغ 30,800,000 دولار أمريكي، جاعلا منه اللي قبل شوي شرى كتاب قيمته 30 مليون عشان بس أقرأ. 30 مليون عشان بس أقرأ الكتاب. فتقول شراء الخمر. باع زوج هندي يدعى بنديك شابان زوجته سنجيتا لصديقه مقابل 5. هذا هندي باع زوجته عشان خمر. طيب يا غبي ليش تبيع عشان خمر؟ خلاص خلها معك واشرب لما تفطس. تخيل انا ابيع زوجتي عشان شيء. زوجتي هي اغلى شيء بالدنيا. هاي زوجتي. هذه البنت بعد رضيعها مقابل رحلة الى ديزني. والله يلعنت يا شيخ عشان ديزني. هذه المرأة باعت رضيعها عشان بس تروح رحلة لديزني. طيب رحتي لعبتي وكل شيء وبعدين هذا الشخص باع جزء حساس من جسده لشراء سيارة. يعني أبيعك إياه واشتري سيارة. الله عليك ما شاء الله. أجل خلاص ببيع إذنك وبشتري بنت لي. شو رأيك؟ يلا أقطعها. جيب بنت يعني هذه تجيب بنت لي هذه. زوجان صينيان باعا طفلتهما للحصول على آيفون. يلعن أم التخلف. يا عالم يحسبون مقطع تذني. بشتري سيارة. يا أخي استغفر. وش الشعر بعد شعرها عشان تشتري بيت لأمها ولأبوها. يا شعر. هذه البنت مالوها، يعني باعت شعرها عشان أمها وأبوها. أي كذا هي بنت كفو. شعرها شطولة خلاص تقص وبيعيه. ما شاء الله حتى الشعر ينباع. تفضل يا خطيبتي. شكرا بيبي. عفاً. كم شريتها؟ بعت كليتي. الله أحسن شيء، أنا ما ربع الثانية عشان أموت. حبيبتي عجبتك؟ إي عاد أما نبي خاتم. يا الله ما عندي فلوس. قص راسك. خلاص. السلام عليكم، دامكم فاضيين في فيلم ما راح ازهق منه. صح انه قديم بس والله العظيم انه عجبني صدق. فيلم تيكن له 3 أجزاء. احلى جزء طبعا الفيلم هو عن خطف. هذا هو اسم الفيلم. شوفوه على اي موقع شوفوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم طيبين؟ أحلى تحية اللي نومهم ثقيل واللي نومهم خفيف خلكم على جنب. اللي طبعا نفس الخرب. حد يمر هالموقف مثلي. دق واحد من العيال خلصت منه، حسبت انه قفل، حطيت الجوال. قال هذا مين؟ قلت هذا فلان. قال لي النشبة وش يبي ومدري ايش. قال يا رجال احنا قاعدين نسلك له ومدري ايش قاعد اقول له. يوم فتحت جوالي الا طلع ما قفل وسمع كل شيء. ما ادري ايش اسوي. اذا قلت انا امزح معك وما ادري ايش ما تجي. كيف الحين اعطيه اقرب مخرج؟ ما يضبط. واصل له ان لا احد يجاب. حلو. وشيء ثاني تاكدوا اذا هو قفل ولا لا. طالع مره ثانيه وثالثه ترى ما فيها شيء. لا احد يمر بهالموقف مثلي. يقولون اعمل نفسك ميت. ما يمديها خلاص كل شيء واضح قدامه. حشرناه ما قلنا بس. والغبي ذا ما يمديها. آخر ليلة وصلت أغنيتنا 100,000. أخاف باكر ترى الأغنية هذه بس القهر ما قال ولا شيء. الأغنية الثانية بيقولها. ولا